السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ نعمل طبق بقى خضار سوتيه فريش. ينفع جنب اي اكله، ينفع جنب لحمه، ينفع جنب فراخ مشويه، ينفع جنب ستيك. ينفع طبق لوحده كده، توفير. ويبقى طعمه جميل قوي ومليان فوائد، وعشان كمان داخلين على الشتاء عايزين قوي مناعتنا. مفيش احسن من الخضار السوتيه، والناس كمان اللي عامله دايت هيبقى طعمه حلو قوي. وهعمله زي المطاعم واحلى كمان، عرفته من شيف في مطعم ازاي بيتعمل بكل تكاته، طعمه جميل ازاي. يلا بينا نشوف وصفتنا. اول حاجه كان عندي جزر فريش وبروكلي، اي خضار متوفر عندكم، وجزر وكمان فاصوليا خضراء. اللي عنده بسله ممكن كمان هتتعامل معانا بنفس الطريقه. وعلى النار هنحط حله فيها ميه، وهنحط فيها رشه ملح ونسيبها تغلي. نكون احنا نضفنا عندنا الخضار وقطعناهم كلهم بنفس الحجم. مهم جدا، مش فارقه عندي ان هي تبقى مكعبات او زي ما انا مقطعاها كده بالطول، كلهم نفس الشكل. وقشرت الجزر، لكن الكوسه بنسيبها بقشرها، وبنغسل الخضار وبنجهزه. اول حاجه هسلقها عندي هي الجزر. احنا هنسلق الخضار نص سلقه، اللي هي يدوب بس 5-6 دقايق بالظبط، على نار متوسطة. يعني تكون المية غليت، بسيبه عندي يبتدي نلاقيه بيقرمش الخضار، مش طري خالص، مش اتسلق. ومهم جدا ان احنا ندخله في ميه ساقعه او نغسله بسرعه بميه في ساقعه، ونسيبه علشان ما يكملش سوا ويدخل عندنا ويتهري. دي التكات بتاعت المطاعم. زي ما انتم شايفين بعد ما غسلته صفيته بميه، زي ما انتم شايفين الخضار ماسك نفسه ومحافظ على لونه وما دخلش في التسوية. وبرده الكوسة هتتعامل نفس المعاملة، وهتطلع قبل كمان 5 دقايق. انتوا برضو ممكن تدوقوا كده، تعملوا تيست على واحدة، تعرفوا ان كانت جاهزة ولا لا. وبرده الفاصوليا والبروكلي نفس الحكاية، بس البروكلي ما بياخدش وقت خالص، ولا الفاصوليا. يدوب بينزلوا في المية 3-4 دقايق وبنطلعهم. البروكلي يدوب بينزل بس كده دقيقة بالكتير، ويطلع على طول على مية ساقعة بسرعة، علشان البروكلي من الحبيبات اللي فوق دي بتتهري، والناس بتشتكي منه بسبب الموضوع ده. اتحل بسيط جدا ان احنا ما نقعدوش في ميه كتير. بعد كده عندي هنا في طاسه نزلت معلقه كبيره من الزبده، ممكن السمنه وممكن الزبده، بتدي طعم جميله قوي من التكات البسيطه اللي هتغير من طعمه. وكمان مكعب مرقه دجاج، مهم جدا ان هي تبقى طعمها قوي وتفرق جدا. اللي مش متوافر عنده ممكن خضروات وممكن من غيرها، بس هي دي التكات بتاعت المطاعم. وبعد كده حطيت نص معلقه من الثوم المهروس، وبعد كده الخضار نزلته على الجريل. اول ما ريحه الثوم ابتدت تفوح وما دخلش في اللون الذهبي، بس ريحته بقت موجودة كده، هبتدي انزل الخضار واقلبهم كلهم مع بعض. دي الطريقة الحلوة قوي للسوتيه، طعمها جميل ولذيذ. ده غير ان هي طبعا مغذية جدا. اللي بيعمل دايت هيمشي معاه، اللي حتى مش بيعمل دايت ومش عايزين نعمل طبيخ كده، هنعمله جنب الاكل. طعمه مختلف ورائع كمان، هيعجبكم جدا. يا ريت ما تنسوش تعملوا للفيديو لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. وشكرا لمتابعتكم.